السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكون بخير. الدنيا هاجه بقى لها كام يوم على اخونا محمد صلاح لاعبنا المصري والعربي، وده علشان صمته الرهيب الغير مبرر بصراحه تجاه اللي بيحصل لاخواتنا في فلسطين. لكن يجي السؤال هنا، هل الناس دي فعلا حقها انها تزعل من محمد صلاح؟ بص، انا بيتهيألي كده عندنا مثلا في مصر بيقول لك على قد الزعل بتزيد المحبه، او على قد المحبه بتزيد العتاب. بس اللي انا عارفه ان انت لما بتحب حد قوي بتزعل منه جامد وبتعاتبه جامد. فطبيعي جدا الناس دي لو مش حابه محمد صلاح جدا مش هتزعل منه جدا. طب نرجع للسؤال، هل فعلا حقهم ان هم يزعلوا من محمد صلاح؟ اكيد طبعا حقهم. محمد صلاح نجم كبير ونجم عنده ملايين الفولورز في كل مكان في العالم، يعني كلمته مسموعه، كلمته ليها تاثير في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب. يعني احنا بنتكلم على لعيب معروف في الكوكب كله، فاقل حاجه ممكن ان هو يقدمها ان صوته يبقى مسموع. صلاح لا يقل قيمه عن كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، ما يقلش قيمه عن الناس دي في الشهره. والناس اللي وصلته للمكانه دي هي الناس اللي زعلانه منه دلوقتي. يعني دي المشكله بصراحه. اللي زعل اكتر ان محمد صلاح يعني مش مختفي، محمد صلاح موجود على الساحه، من دعمه للحيوانات which is very okay، من نعيه للملكه اللي حضرت الاحتلال مصر نفسها، لرايه اسماعيليه لما هاجم الاتحاد المصري ورايه فيهم بكل صراحه، وكلنا دعمناه في الموضوع ده لو تفتكروا معايا. يعني محمد صلاح موجود وبقوه. ما بقى عن القضيه اللي تعتبر الكور بتاع كل المواضيع العرب والمسلمين، جه محمد صلاح التزم الصمت. يعني دي برضو علامه استفهام كبيره جدا على محمد صلاح. بص، محمد صلاح انا شفت منه حاجات حلوه كتير. محمد صلاح طيب جدا على فكره وانسان خلوق جدا، ولكن في النقطه دي بصراحه هو ممكن يكون خان التوفيق شويه، وهقول لك ليه كمان شويه. المشكله الاكبر بقى ان محمد صلاح لما كان بيلعب في بازل السويسري كان عنده ماتش مع تقريبا معكبي بتاع الكيان الصهيوني، كان باين جدا على تصرفاته دعمه للقضيه الفلسطينيه ودعمه لاخواتنا الفلسطينيين، ومن هنا انطلقت بصراحه حب الناس اكتر لمحمد صلاح. معنى انك تظهر عكس ده دلوقتي او تلتزم الصمت دلوقتي، انا واحد من الناس هفتكر ان انت كنت بتاخد بنط عند الناس، يعني كنت بتصنع المشاعر علشان تكسب الناس. يعني هتيجي في دماغي كده، لان المبادئ ما بتتجزأش والقضيه واحده موجوده من زمان. بس ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير ان محمد صلاح الشهره بتاعته كبوم زادت بطريقه هو ذات نفسه ما توقعهاش. زي ما قلنا قبل كده ان السبب الرئيسي في الشهره دي هم الناس اللي زعلانه منه دلوقتي ان موقفه سلبي. ايوه موقفه سلبي. انا من وجهه نظري محمد صلاح خسر كتير جدا، وهقول لك ليه. خلينا نتخيل مع بعض كده ان محمد صلاح بيلعب ماتش فيه 100,000 متفرج. ال 100,000 متفرج دول هتلاقي منهم ممكن 10,000 واحد بس اللي هو داعم للكيان الصهيوني، ربنا ياخدهم يعني، وممكن تلاقي زيهم داعم للقضيه الفلسطينيه، ربنا يعينهم وينصرهم. بس هتلاقي النص نيتشرال، يعني مالوش فيه، مش بتاعته. وشفنا امثله لعيبه كتير في الدوري الانجليزي بترفع علم فلسطين، بتعمل القضيه الفلسطينيه، بتعمل كل اللي ربنا قدرها عليه، وما بيهمهاش صراحه اي عقوبات او اي حاجه من اللي محمد صلاح خايف منها دي. انا كنت شايف ان محمد صلاح لو كان يعني قال رايه بصراحه، وانا عارف ان هو مدعم كبير جدا للقضيه الفلسطينيه، كان يعني انا اقول لك كان كسب لحد ما ربنا يفتكره، كان كسب تعاطف ناس ملايين ويكاد يكون مليارات، عرب وغير عرب على فكره، لان القضيه الفلسطينيه يعني مش العرب بس والمسلمين اللي متعاطفين معاها، لا، في ناس غرب كتير جدا يا جماعه متعاطفين معاها، ناس عاشت الاحداث من قلب الاحداث، يعني من قلب فلسطين نفسها، شافوا ايه اللي بيحصل، مش اللي الميديا عايزانا نشوفه. على عكس الصهاينه العرب، يعني احنا عندنا عرب برضو يعني صهاينه، يعني عرب ومسلمين كمان، يعني ان هم بيدعموا اللي بيحصل باخواتنا الفلسطينيين، ودي حاجه في منتهى الغرابه الصراحه. يعني انا اللي مضايقني في موضوع محمد صلاح الناس اللي بتتحايل عليه. يعني انت بتتحايل على مين؟ بتتحايل على مين عشان يتكلم؟ هو موقف والرجال مواقف. وانا مش هتكلم على محمد ابو تريكه، لان يعني هو محمد ابو تريكه واحد ومش هيتكرر، سواء في لعبه سواء في مواقفه سواء في اي حاجه. يعني هنسيب محمد ابو تريكه بره على جنب كده عشان ما نقارنش الناس ببعض. الخلاصه للاسف انا شايف انها اتس تو ليت لمحمد صلاح. ليه؟ The fuss has already happened. يعني الحوار كله حصل على محمد صلاح خلاص. حتى هو لو نزل حاجه دلوقتي الناس كلها هتحس ان هو بينزل كده عشان ايه؟ يكسب تعاطف الناس. من الاخر حابب لنا ان هو تقضيه واجب وخلاص، وده احنا مش مستنيينه من نجم بحجم محمد صلاح. محمد صلاح اللي الشهره بتاعته اللي اكيد طبعا هو جزء كبير منها، بس احنا عملناه، احنا شجعناه، احنا دعمناه، احنا دايما كنا في ظهره، ولما جيت تتسند عليه سندت على هوا. لذلك انا واحد من الناس، انا كنت بتفرج وبستنى على ماتشات ليفربول بالذات علشان محمد صلاح، وكان لما محمد صلاح بيخرج انا بصراحه كنت بقفل الماتش، لان انا رايح اتفرج على محمد صلاح. محمد صلاح لما كان بيجيب جون انا واحد من الناس جسمي كان بقى شعر بجد والله من الفرحه. ولكن بعد موقفه السلبي ده بصراحه لست مشجعا لليفربول ولست مشجعا لمحمد صلاح، لان بجد الموضوع زعل.